السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بغيت نحضر واحد المريقة بالحيمة ديال الغلمي والبطاطا القصبية، وقلت نشاركها معكم. عندي هنا البطاطا القصبية. المهم دابا نشارك معكم الطريقة كيفاش كنغسلوها وكيفاش كنشريوها. هنايا عندي البطاطا القصبية، عندي الحيمة ديال الغلمي. اللحم كتبقى على حساب افراد الاسره اللي كاينين. عندي شويه ديال الربيع، غير شويه، بقاش غنديرو شويه دابا والباقي حتى طيب المريقه. عندي الثومه، عندي البصله، عندي الخرقوم، عندي الفلفل الاسود وشويه ديال السكينجبير وزيت المائده والملحه. نبداو على بركه الله. هنا غادي ناخدو الطنجره ديالنا كوكوط، نعملو الحيمه، نعملو بصله مشلوطه، نديرو شويه ديال الربيع ونعملو الثومه. غادي نعملو الملحه على حسب الذوق، قياس الكافي. من الاحسن نعملو الملحه دائما في الاول باش كطيب المريقه، هي هذيك باش مسوسه ما طيبش ملحه. عندي هنايا الخرقوم حتى هو واحد معلقه صغيره. عندي الابزار نص معلقه صغيره. نتوما انا كندير هاد المعلقات الصغارين، معلقات صغارين ديال السيرو. عندي السكينجبير حتى هو معلقه صغيره، يعني معلقه صغيره، ماشي المعالق ديال باش كنحركوا القهوه ولا باش كناخذوا الياغورت، ولا كنديروا معلقه صغيره. والبطاطا القصبيه راه ما كتبغيش التوابل بزاف، ما كتبغيش العطريه بزاف. عملنا الخرقوم، سكينجبير، الابزار، ملحه. كنعملوا شويه ديال زيت العود، واحد نص كاس ديال البطاطا القصبيه. كتبغي تكون ميدمه، هي الحيمه راها ميدمه، ولكن ضروري نديرو القياس ديال الزيت. ناخدو واحد الكاس ديال الماء وغادي نعملوه على حسب العطريه ما تحرقش. هنايا دابا غادي نرد الطنجره ديالنا تشحر ونرجعو. هنا من بعد ما خلينا الطنجره ديالنا هي كتشحر، انا هنايا اللحم كانت عندي الكونجوريا يعني المجمد راه باقي ما طلقات راسها. غادي نخليها هي كتشحر ونيت الحيمه طلق راسها تبقى شي هيدا، ونرجعو نقيو البطاطا القصبيه ما بين الثوب من الحيمه ديالنا. هنايا غادي نعصر واحد العصره ديال الحامض حتى تطيب البطاطا القصبيه، وغنعصر فيها واحد العصره ديال الحامض نخليها هنايا. هنا راني درت الحامض، الليمون، الا ما عندكمش الليمون ممكن ديروا الخل باش ما كتكحلش البطاطا ديالنا. هنا غادي نقشروا البطاطا، المهم على حسب، الا بغيتو تقشروها غير كتحاولوا ما تاكلوش منها بزاف، غير شويه. كطلعوا تحطوا فوق هاد الرؤوس هادو اللي خارجين باش كيبقى الشكل ديالها زوين. هي البطاطا القصبيه هاد الكرات اللي خارجين لها هي باش مزيونه قبل المذاق. وطبعا المذاق ديالها راكم كتعرفوه، تبارك الله ما شاء الله، الخضر كامله تبارك الرحمن. اختي راني كنصور بكل صراحه معذبه،
ما عييت نشوف كيف ندير. مازال ما لقيتش راحتي في التصوير. علاش؟ كان دائما فين ما درت التليفون نصور كيرجع لي الظل. بدلت البوله، درت جميع اللورنيه، هيدا البوطاجي كامل درت عليه الجهه الاتجاه الاخر اللي فين عندي البوطه. والو عرفتي دائما كيرجع لي الظل. والله الا عرفتي وشي مره حتى كنشوف الفيديو كنلقاه ما باينش، كتبانش الحاجه كامله. ايوا عرفتي يقبلوا عليا وصافي. والله هذا اللي كاين. المهم التقشير بغيتو تقشروها، هذه هي الطريقه باش تقشروها بالنسبه للبنيتات اللي ما كيعرفوش واحد داخل المطبخ. اما العيالات تبارك الله ما شاء الله راه ما غاديش نحتاج نوري لهم. يعني انا كنشارك معكم وصفات اللي كندير انا بالطريقه ديالي. كل مرة مغربيه عندها طريقتها في الطبخ. المهم بغينا هيدا، ولا بغيتو تكرطوها كتكرطوها بهذا الشكل. اللي ما بغاش يقشرها ممكن ينجرها بهذه الطريقه هذه. هي ضروري كيصلح معاها هذا الموس هذا، يعني ما يمكنش ديروا الموس اللي كنقشروا به البطاطا ولا خيزو ما يدوش فيها. كنستمر هيدا. هنايا البطاطا ديالنا من بعد ما نقيتها نتوما كتشوفوا. غنخلي البطاطا ديالنا هنايا في الماء وغادي نشوفوا الطنجره. دابا خصنا نمرقوها. هنايا غادي نمرقوا الطنجره ديالنا بالماء السخون. نديروا الماء اللي غادي يكفينا، ما نزيدوش الماء. صافي هنايا الميها سخونه. دابا غادي نشد على الحيمه حتى طيب. ديك الساعه نزيدوا الخضره. المهم ملي طيب اللحم غادي نرجعوا نطلقاو. هنايا اللحيمه ديالنا من بعد ما طابت. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غنديروا البطاطا القصبيه. غنبداو بهاد الحبات اللي هما كبارين. نبداو بالحبات اللي كبارين هما اللي غنديروهم الاولى، وعاد ننزلوا الصغارين. منين غنديروا البطاطا ما غاديش نوليو نحركوها. هنايا حتى نزلنا البطاطا كامله. دابا هنا ما غاديش نوليو نحركوا الكوكوط بصفه نهائيا، لان الا حركناها البطاطا كامله ما غاديش تبقى هيدا بهذا الشكل ديالها زوين. والبطاطا دغيا كطيب دغيا كتهرى. هذا هو علاش ما خصناش نحاديوها. وبالنسبه للطياب غادي نخليوها واحد 5 ديال الدقائق ان شاء الله غادي تكون طايبه. دابا غادي ما نشدش الكوكوط بالصفاره، غادي هنا نحط عليها الغطايه ديالها ونخليها. ملي غطيب ان شاء الله الرحمن الرحيم ساعه نرجعوا باش ندير عليها واحد العصره ديال الحامض. عاد نعصر عليها الحامض ونزيد لها شويه ديال المعدنوس. هنايا من بعد ما طابت البطاطا ديالنا المريقه ديالنا، هنا خديت الليمون عصرت واحد نصيص ديال الليمون درتو هنايا، واحد شويه ديال الربيع. هي الطريقه ديال الربيع نديروها دابا في المريقه ديالنا. هانتوما كتشوفوا المريقه راه تقريبا نشفات. غادي نخليوها واحد شويه تزيد تغمر. هنا غادي نديرو هاد العصرات ديال الحامض. الحامض كيحيد لي غاز. وغنديرو هاد شويه ديال الربيع. هي الطريقه ديال الربيع. ها هو غادي يذوب. ديما نتسناو عليها واحد شويه ان شاء الله تكون المريقه واجده نغرفوها. هنايا المريقه ديالنا من بعد ما وجدات نشاركها معكم. بسم الله.
الطحينه طابت ورجعت زبده. البطاطا دائما حاولوا عليها باش تبقى شاده في راسها وما داش الشكل ديالها. هانتوما المريقه كي كتجي خاتره ملبيه معسله، الطبق ديالنا هو هذا. كنتمنى الله يعجبكم الوصفات ديالي بطريقتي.